لوقتي وجهدي وطاقتي. يعني ايه؟ يعني انا عادي مباحه في اي وقت ان اي حد يطلبني في اي وقت، ان انا انزل مع حد مع اي حد في اي وقت. لو انت مدرب او من الاستشاريين، ان انت ترد، المفروض انك انت ترد على التليفونات طول الوقت، ترد على الرسائل طول الوقت. ان انا ممكن اعمل جلسات مجانيه، ممكن يعني مش طول الوقت، بس عادي جدا ان انا اعمل جلسات مجانيه، عادي جدا ان انا ما اخدش مقابل لجهدي، عادي جدا ان انا ارد طول الوقت. فانا من جوايا الوقت والطاقه والجهد بتاعي اصلا غير مقدر، يعني انا مش مدياله قيمه، مش حاسه ان ده شيء غالي، مع انه هو ده اكتر حاجه. يعني هي ثروتك اصلا، طاقتك هي ثروتك، هي الطاقه دي كل حاجه في حياتك. انت من غير طاقه وقد ايه بتبقى منهك ومستنزف ومش قادر تفكر، مش قادر تشتغل، مش قادر تلهم الناس، مش قادر تعمل اي حاجه. الطاقه دي من اهم الحاجات اللي انت مفروض اصلا يعني تحافظ عليها، لان انت هي دي ثروتك اصلا الحقيقيه. فبتبدا تعمل ايه؟ ودي نقطه بصراحه انا نفسي وقعت فيها. وممكن انا شايف ان في جزء منها بيندرج، يعني بس مش كلها، بيندرج تحت العطاء غير المتوازن، بس بمسمى ان انا مش بدي وقتي وطاقتي وجهدي ده قيمه. فانت ممكن تبدا تتعرض لايه؟ لان انت عايز تساعد الناس، حتى لو هو مش عطاء غير متوازن، بس انت عايز تساعد الناس، فبتبدا ان انت تجيلك اسئله كتير، فتبدا تجاوب، وتبدا تجاوب وتجاوب، والاسئله ساعات ممكن يعني اسئله عميقه فتاخد منك وقت في الاجابه. بس جس وقت في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه من الثلاثه دول انا تعرضت لهم كلهم. اول حاجه ممكن الناس تشوف الاجابات وما تردش عليك خالص حتى بدون شكرا. تاني حاجة انها ممكن تشوف ما تشوفش اصلا الاجابة. تالت حاجة ممكن يبقى اجابتك عملت لهم تريجر، فيحصل ايه؟ يبدأ يهاجمك، يبدأ يقولك، يعملك ديسلايك على الكلام اللي انت كاتبه. لا انت ما انتش عارفة اصلا انا مريت بايه وعملت ايه وحصل لي ايه، انت اصلا ما انتش فاهمة الموقف كويس، ويبدأ فيه هجوم عليك. فانت شايف ان الثلاثه اللي حصلوا دول، وفي ناس تبع وفي ما يعني الا ما رحم ربي هم اللي بيردوا وبيشكروا او بيستفيدوا، او حد بقى يلاقيك بترد فيبدا بقى كل 3 4 ايام يبعت لك سؤال بقى عميق بقى، من هو من يعني عايزك تحل له كل مشاكل حياته. فايه اللي بيحصل؟ ان الناس اللي ما ردتش، او الناس اللي شافت وما شافتش اصلا، او الناس اللي هاجمتك، هم عملوا ايه؟ هم عملوا اللي جواك انت. هو أنا لازم تكون مؤمن ان الواقع الخارجي ما هو الا انعكاس للي جواك. وهو على فكره ما فيش اصلا، يعني لو ده طلعنا الليفل اعلى شويه، هو ما فيش واقع خارجي، هو كل حاجه جواك انت. بس ايه اللي جواك اصلا؟ ان انا جاحد لوقتي، مش مهتم بوقتي، مش مديله قيمه اصلا وقتي ولا طاقتي ولا جهدي. فهيحصل ايه؟ ان اللي هيقرا اجاباتك اللي هيتكلم معاك بالتبعيه هيبقى مش معبر وقتك ده. مش مهم انك تقول له ما تقولوش، او ما قلتلوش يعني وايه، يعني انت خسرت ايه، ولا وقتك ايه اللي ضاع، ولا انت عاملني مهم. نفس بالظبط اللي جواك، اللي هو انا مش مقدر وقتي وجهدي، فانعكس على الواقع بتاعي بناس بتستنزفه، بناس طول الوقت عايزاك تجاوب لها، عايزاك متاح ليها، عايزاك.